استغربت لما جات لي رسالتك. مش من رسالة، استغربت من المكان. ما كنتش أعرف إن أنت بتحب تيجي هنا. يا ترى إيه سر؟ ولا سر ولا حاجة. المكان هنا جميل، هادي ورايق ويساعد على التفكير. بس اللي يبص لمصر من هنا يلاقيها بقت بتشغل، وحاجات كتير فيها اتغيرت. ولا اتغيرت ولا حاجة، كل حاجة زي ما هي. الحق هيفضل حق على طول، والباطل هيفضل برضه باطل على طول. بص كويس يا طارق بيه، بص على العماير والشوارع والعربيات، مليانة ناس، وكل واحد في الناس دي عنده حكايات ومشاكل ولحظات حلوة ولحظات وحشة، ومع ذلك كلهم بيبتسموا ويضحكوا ومستنيين بكرة اللي أحلى. وبكرة هيبقى أحلى مادام فيها رجالة زيك. بس البلد ما تشناش احنا الاتنين. احنا مين بقى؟ خلينا نمشيها الخير والشر. لو ما فيش شر هتعرف الخير من ايه؟ ازاي؟ ما اصلها مش جنة يا طارق بيه. واحنا مش هنسيبها لكم تخلوها نار. انت ليه حاسبني على الشر؟ انا مش مع الشر، انا مع الحق. بس المشكلة انه مش دايما الحق بيبقى خير، بس الباطل دايما شر. لو انت متأكد اني باطل ما كنتش جيت. انا جيت عشان شغل، بس بالتأكيد احنا مش صحاب. مصر حلوة ها؟ طول عمرها، بس يا ريت ما تكونش شايفها حلوة علشان انت باصص لها من فوق. حتى وانا في اصغر حارة بشوفها حلوة، انما انت بقى ما جربتش تشوفها من هناك. انا شفت مصر من كل حتة، مفيش شبر في البلد دي الا وكعبي معلم فيه. اكيد انت عارف ان انا وزين الله يرحمه جايبينها من تحت قوي، ما ابتديناش كده يعني. طبعا، ما انتوا شغلكوا بيكسب فلوس كتير. فعلا شغل التصدير والاستيراد بيكسب فلوس كتير، بس تعرف ايه اكتر حاجة كسبناها اهم من الفلوس؟ الخبرة ومعرفة الناس. مش بيقولوا معرفة الناس كنوز؟ تخيل بقى انك تقرا وشوش الناس وتعرف طبايعهم ونفوسهم واللي مستخبي فيها. كنوز فعلا. انا بسأل نفسي دايما سؤال، انت ليه انت واللي زيك اخترتوا الطريق ده؟ ليه ما تعيشوش وسط الناس بعيد عن الخطر؟ مش كل الناس شبه بعض يا طارق بيه، في ناس وناس، وربك خلق الكون ده على قانون أساسي، الصراع. حاجات بتعيش على حاجات. الناس اللي انت بتحكي عنهم دول لو ما كانوش موجودين ما كنتش هتقعد على مكتبك. يعني وجود سعادتك مرتبط بوجودهم، عشان كده يا ريت ما تستقلش بيهم، بالعكس ده انت لازم تحترمهم. ما استقلش بيهم انما احترمهم بالتأكيد لا. وليه لا؟ هم بيعملوا اللي بيفهموا فيه وانت كمان بتعمل اللي بتفهم فيه. هم ما يقدروش يعيشوا زيك وانت كمان ما تقدرش تعيش زيهم. هما اللي حواليك ملهمش تمن عندك؟ اكيد بتحب ابنك ومراتك يا طارق بيه، مش كده؟ اكيد. طب ما سألتش نفسك ليه هي اختارت انها تربط حياتها بيك برغم انها عارفة ومتأكدة انه في اي لحظة ممكن الباب يخبط تفتح تلاقي خبر موتك مستنيها؟
انا برضو اللي معايا كده اختاروا انهم يربطوا حياتهم بيا، وانا ما كدبتش عليهم. ايوه بس انا لما اموت اهلي هيفتخروا بيا، انما انت لما تموت هيستخبوا من عارك. لا، انا برضو لما اموت اهلي هيفتخروا بيا، وانا ما اعتقدش ان اهل سعادتك بيحبوك اكتر ما اهلي بيحبوني. انت عايز إيه يا سليم؟ رغم ان انت ما ردتش الهدية اللي فاتت، بس انا برضو جايب لك هدية تانية. بمناسبة ايه؟ بمناسبة انك بتدور على حاجة وعمرك ما هتقدر توصل لها، وانا عشان بعزك قررت اني اوصلها لك بنفسي. دليفري يعني؟ دليفري من مطروح. تمام يا شيخ. طب روح ساعد الرجال، خليهم يجيبوا غنمها يذبحوها ويعطوها للحريم يسووها. أمرك يا شيخ. عواد، ما ودي أي غلطة، ودي الضيوف يحبوا المكان ويعودوا مرة تانية. ما صدقنا السياحة عودت مرة تانية. السياحة لو انضربت يا عواد احنا اللي بنضر. خلينا نشوف أكل عيشنا. ما تشغل بالك يا شيخ. يلا كحلة. نعم يا اخوي. وين سلام وعساف؟ سلام بيجمع الاغراض مع الرجال بالبر. وعساف لسه نايم على فرشته. ابعتي له حد يفوقها ويقول له إن أنا اللي بعت له. الشغل كتير والضيوف عوصول. همي. حاضر. هي نظرة وقت رجليه، هي نظرة وقت رجليه، وعروسته عرفت تلاقيه، هي نظرة وقت رجليه، كحكاية حلوة مدورة، حكاية حلوة مدورة، الكوشة قاعدة منورة. مبروك يا عبد الحميد، عقبال ما نشوف خلفتكم يا رب. ده عشم ابليس في الجنه. فارس ما يصحش كده، افرد وشك شويه. انا مخلوق كده، وشي مكرمش. والله لايقين على بعض، ولا ايه يما؟ طبعا قمرين، بسم الله ما شاء الله، ملونين وحلوين، ربنا يحميكم. اللي يشوفك وانت بترمحي ما يشوفكيش دلوك. بترمحي مع مين يا بنت عايشه؟ لا يما، ده فارس بيهزر. بيهزر؟ ده انا برمح معاها يا عمتي. مبروك يا عبد الحميد بيه. طب ليه لسانك بقى ونقطنا بسكوتك؟ عندك حق، خليني ساكت احسن. مبروك يا عروسه. تحب نقول يا عروسه ولا نقول ياما؟ مبروك، الف مبروك. مبروك يا خال. الاسطوات اللي بعتهم الحاج ذكري ما شاء الله عليهم، جددوا كل حاجة في ثواني، ربنا مسهلها لك يا حازم بيه. الحمد لله، ولولا عم طنطاوي برضه ما كناش انجزنا كده. العفو يا استاذ حازم، ده شغلنا، وبعدين الحاج ذكري موصيني. لا مش عم طنطاوي لوحده، والباشمهندسة شمس، لولاها ما كانش المصنع اتركب بالسرعة دي. ولعلمك عدوة الكراكيب الأولى، أي مكان قديم بتفوره وتجدد مكانه. اوعى تكون دخلت الأوضة القديمة. لا يطمن، اوضتك القديمه زي ما هي وكراكبها. المهم دلوقتي ان مسؤولين الماركتنج يجيبوا لك العقود عشان تبدا في التصنيع. ولا ناوي تركن؟ لا اركن ايه؟ انا عملت الصعب. طب استاذن انا يا جماعه، في مكانتين مش شغالين، هروح اقف مع الاسطوات. اتفضل يا عم طنطاوي. أنا هعمل جرد لكل الشركات القديمة بتاعتنا، وهتصل بالتجار اللي بيوردوا لنا الخامات اللي كانوا بيتعاملوا مع الحاج زين العطار، وأكيد هنلاقي ناس منهم يرضوا يتعاملوا معانا. ان شاء الله. مية عن مية. إذنكم. اتفضل. انا عملت تصميمات وحطها. هو حاجة جميلة جدا، بس انا ما بعرفش اتفرج على حاجات وانا معدتي فاضية، وبعدين ما باكلش لوحدي يعني. تتغدي؟ مش هينفع نتغدى مع بعض، بس بصراحه بقى محرج عليا. ايه؟
ايه يا عم انت مالك؟ بهزر معاك. اصل عماد اخويا النهارده اجازه، يوم رجوع اجازه ده بيبقى يوم عيد عندنا. ام محمود جارتنا بتعمل له ملذه وطاب. ملذة وطب؟ هو خاطب بنتها ولا ايه؟ لا هفهمك. ام محمود دي جارتنا من يوم وعينا عندنا، من ساعه ما ماما ماتت وهي اللي دايما بتاخد بالها مننا لما بابا بيكون في الشغل. يعني تقدر تقول كده زي امي يعني. جميل، بالهنا والشفا، بس المرة الجاية مفيش أعذار. وريني بقى التصميمات اللي على معدة فاضية دي. والله يا سيف بيه، من المواصفات دي يبقى مفيش عندنا غير حل واحد: فرقة موسى. مين يا اخويا؟ فرقة موسى. موسى ده كان عيل متربي معانا زمان في الدار، بس سابها من حوالي 15 سنة. وحكايته ايه؟ لا حكايته طويلة شوية، بس زي ما تقول كده الواد ده اتولد وهو قلبه زي الحجر. ما كانش بيعمل أي خاطر لإخواته. أي حد فينا كان بيضايقه وكان بيعوره على طول. مرة زمان الواد عمار شتمه، ما ردش عليه، عوره في حاجبه، ولحد دلوقتي لسه معلمة في وشه. ما كانش ليه كبير، ولا كان بيسمع كلام حد، ولا حتى كلام الشيخ سلام. الله يرحمه. الله يرحمه. زين بيه كان مأمنه على كل حاجة في الدار. الشيخ سلامة ما كانش بيحب يسجنه. ما كانش بيتحرك كده غير مع شلة، ما كانوش بيتحركوا غير في المصايب بس. بعد كده الشيخ سلامة طرده من الدار، طلع منها على الجبل. اشتغلوا كلهم قطاع طرق بالأجرة، بينفذوا عمليات لأي حد. طب موسى ده هيقدر يسيطر على الطريق؟ اه طبعا. بص يا باشا، دي شغلته دلوقتي. بعدين موسى ده عبد للفلوس، طالما هتديله هيطاطيلك. يعني ديته معروفة. حلو قوي. أنا بحب الناس اللي ليها هدية دي، بتبقى واضحة أكتر، معندهاش تمثيل كتير. يعني أجيبهولك؟ عاجبني حماسك. اهو حبيبك جالك اهو. ربنا ما يحرمنيش منه ابدا ابدا يا حبيبي يا ابني. كفايه بقى يا ام محمود، انا تعبت من مجايب الاطباق. الف هنا وشفا. هو انا عندي اعز من عماد؟ ربنا يخليكي لينا يا حبيبتي. هو يعني محروم من اكلك؟ ما طول ما بيبقى اجازه فطار وغداء وعشاء عندك انت. مالكمش دعوه، ده غلاوته من غلاوه محمود. ده انا بحبه، ده مربيه على ايديا. بس الاكل ده يكفي الكتيبه بتاعته كلها. هو انت ناسيه يا هانم ان نايبي بيتشال من كل اكل بتاكلوه في البيت هنا وانا مش موجود؟ لا يا سيدي مش ناسيه، بابا بقى وعمايله. ايه طب بذمتك يا شموسه انت، بذمتك قلبك مش بيوجعك لما بتنسي تشيلي ناجو من الاكل؟ بصراحه طيب بس هو يعني هناك ما عندهمش في الكتيبه اكل زي ده؟ ده تلاقيهم بياكلوا الفراخ صاحيه، انا شفت كده في التلفزيون. لا يا حبيبتي، اللي بياكلوها صح دول بتوع الصعقه، احنا بناكلها مستويه عادي والله. يا رب يا رب يا حبيبي كده يحميكوا ربنا انت وزمايلك يا رب. على فكره بقى، انا قاعد سامع الدلع من بدري ومش عايز اتكلم شويه بقى كده. يا اخويا ما انت على الحجر على طول، سيب الواد ينبسط اليومين اللي جاي فيهم اجازه. انا تعبت بقى يا ام محمود، خلاص انا هقعد. خلاص انتوا كله لغايه ما اجيب السلطه، هي خلصت خلاص. اقعد يا ام محمود، اقعدي، كتر الف خيرك، كفايه قوي اللي عملتيه ده. خير ايه بس يا استاذ ذكري، هو انا عملت حاجه؟ ربنا يبارك لنا في عمرك يا حبيبتي. يا حبيبي يلا يا اولاد بسم اتفضلوا. الله. بسم الله بسم الله. اتفضلوا يا رجاله. تشكر يا سيدنا. اتفضل. ندى فين؟ وانا مالي وسع؟ بقول لك ندى فين؟ وسع مراتك كمان. شويه عيال صغيره هيلعبوا عليا انا مروان جلال. وانا رودي عساسي، ودي اللي اوريك رودي هتعمل فيك ايه. هجيبها يعني هجيبها. يلا غور من هنا. بس صاحبك ده شكله صاحب مزاج عالي قوي. قصدك عشان المكان يعني؟ المكان والفاكهة، شكله كده لوحده في عالم تاني. مين أذن لك تمد يدك؟ ايه يا عم الدخلة دي؟
انتوا مين؟ الدار امان يا موسى. انا امير ابن الشيخ سلامه. امير؟ امير كبرت يا امير، كبرت وتغيرت. ما انت كمان يا موسى اتغيرت كتير قوي. لا انتوا جايين ليه؟ عايزين ايه؟ ابوك لسه عايز مني حاجه تانية ولا ايه؟ لا يا موسى، ابويا مش عايز منك حاجه ولا من غيرك. ابويا الله يرحمه الشيخ سلامه مات؟ الله يرحمه يا موسى. عموما انا عايزك في حاجه تانية خالص. انا سبت شغل مع العطارين من زمان، شغال دلوقتي مع واحد كبير اسمه سيف العزازي. هو بعتني ليك عشان عايزك في مصلحه، وانا قلت له محدش هيقدر على المصلحه دي غيرك انت يا موسى. مصلحة ايه دي؟ لا ما هو ده لا مؤاخذة بقى هتعرفه لما تيجي معانا. اللي يعوز حاجة من موسى الجلاد يجي يطلبها منه هنا. شرفت بهواك. انا هعرف اربيه كلب ده ازاي؟ انت لازم تجيب لي حقي منه. طبعا. بس انت برضه غلطانه يا رودي يا حبيبتي. ندى صاحبتي الوحيده، ما كانش ينفع اقف اتفرج عليها وهي بتتعذب من غير ما اعمل لها اي حاجه تساعدها. معلش احبطت توقعاتك، لسه الخير كله ما ماتش جوايا. خير ان شاء الله. طب شوفي بقى يا حبيبتي، طالما انت ناوية تشتغلي معايا ان شاء الله لازم تتعلمي ان الخير اللي جواكي توظفيه لمصلحتك وبس، ولو ضروري قوي لحد تاني يبقى بمقابل. هو الشغل معايا كده. هو انت هتسيبني زعلانه؟ من امتى؟ سيب الموضوع ده عليا انا هعرفه ازاي يتكلم معاكي كويس. ده كلب. لما نشوف. ده انت حبيبتي. خلاص البضاعة اتشونت والرجالة هتتحرك في الفجر. العملية دي لازم تنجح يا سليم. دي الحاجة الوحيدة اللي مصبراني عشان بعد كده أفضل كلاب السوق. وبعدين يا نوح ما تهدى كده النار وما تخليش الغضب يعمي عينيك. غضب ايه يا سليم؟ الغضب ده مشاعر، والمشاعر دي عند البني آدمين بس. الأغبياء قضوا على آخر حاجة كانت مخلياني لسه بني آدم. وأنا إيدي في إيدك، واللي يعاديك يعاديني. برابيلوم ألماني من أيام هتلر ده. الحاجات دي بقالها كتير ما عدتش عليا. طب ما تقول كلمتك كده يا عم ذكري. يا ابني مش أي حاجة تنفع تتباع. يعني هي جت على ديت ومش هتنباع يا عم ذكري؟ ما هو مش معقول تبيع حاجة أنت وارثها عن أبوك وأبوك وارثها عن جدك. إيه ده؟ أنت تعرف أبويا منين؟ يا ابني أنا ما أعرفش أبوك، إنما أعرف حتة السلاح دي، عارفها كويس قوي. دي طلعت موضة من 60 سنة وما كانش بيشتريها إلا أصحاب المزاج بس. كان دايما يعاملوه زي الست الحلوة، محدش يهينه أبدا. طب والست الحلوة ديت يا عم ذكري لو حبينا نبهدلها شوية هتتبهدل بكام؟ دي؟ لا دي خلاص كبرت يا ابني. يعني دي كبرها تعلقها عندكم في البيت عشان انت رايح وجاي تقرا الفاتحة لابوك. يعني ده آخر كلام عندك يا عم ذكري؟ ماشي. هي صحيح كبرت وشاخت سياخ حلو.
بقول لك ايه، عدى عليا بكره بترخيصها عشان تعملي تلفزيون، انا شاري. الف شكر يا عم ذكري. عفو يا حبيبي. بالاذن. مع السلامه. ده انت طلعت خبير قوي يا عم ذكري. ايه واحد ياما مر عليه سلاح يا ابني. طب ما تحكي لي بقى، ازاي من كبير عمال في مصنع لتاجر سلاح؟ اصلها يا ابني كانت هوايه، اللي لقطها فيا الحاج زين الله يرحمه. الله يرحمه. بعدها عيني الخبير الخصوصي بتاعه خلاني اشرف على كل ماركات السلاح اللي كان بيجيبها. هو كمان اصله كان هاويه. هو بيشتغل فيه. ما انا عارف يا عم ذكري، ما تخبيش عليا. والله يا ابني على قد ما كانت ايام صعبه كانت ايام حلوه قوي. ولما هي كانت ايام حلوه قوي سبت السلاح ليه؟ انا يا ابني ما كنتش بتاجر فيه، انا كنت بعاين بس. وبعد ما اتجوزت وخلفت قاسم الله يرحمه وجي بعديه عماد وشمس، قلت اعيش لهم بقى واوكلهم لقمه حلال. بس صدقني يا ابني عمري ما نسيت حبي للسلاح. طب ما تسيبك شويه من السلاح يا عم ذكري وتحكي لي عن ابويا. ابوك؟ يو ده كده القعده هتبقى للصبح. وراك حاجه؟ لا. انت عاوز ايه بالظبط يا نوح؟ عاوزني اخلص لك على تجار السوق كلهم عشان ترتاح؟ انا يوم ما احب اعمل كده لا حاجه اخد رايك ولا حاجه اطلب منك مساعده. انا حبيت بس اعرفك الكلاب اللي انت دخلتيهم السوق عملوا ايه وافهمك اللي حصل معايا. انا مقدره الحاله اللي انت فيها، بس انت ما عندكش دليل واحد ضد اي حد. ما احنا كمان مش هنستنى لغايه ما نتصفى في بيوتنا واحد ورا التاني. دي مش اول مره، واكيد انت فاكره اللي حصل للعطارين من كام شهر. فاكره يا سليم، ولسه بحقق في الموضوع. بيقابليني. جرى ايه يا نوح؟ انت مش واثق في الشركه ولا ايه؟ انا اساسا ما بثقش في حد. وضع السوق بقى مرعب، والامان اللي كان موجود في السوق ايام ما كانوا العطارين هم الكبار ما عادش موجود. اللي انت عاوزه يا سليم لسه اوانه ما جاش، لسه شويه. وبعدين انت بتتكلم عن العطارين ايام ما كانوا العطارين. وهو انا مش مالي عينك ولا ايه؟ انا سليم العطار. لسه شويه يا سليم. وانت يا نوح اهدى شويه على الاقل لغايه ما نخلص العمليات اللي في ايدينا. نعم اهدى. خلاص يا نوح. خلاص ايه؟ لو بنتها كانت هي اللي ماتت وانا جيت دلوقتي اقول لها اهدي كانت هتهدى؟ بقول لك ايه، انا هاخد حقي غصب عن الشركه وعن التجاره كلها، وهعرف اخد حقي كويس قوي حتى لو كان منك انت شخصيا. باشا ربنا يكبر خاطرك. انا دلوقتي يوسف بس. خليها يوسف العزازي، ولا اقول لك يوسف الودي العزازي. خلاص شربتها، يبقى لازم انفذ وانا ساكت. هات لي يا ابني كاس تاني. مش لما تخلص الاولاني الاول يا باشا؟ شكله كده مش عاجبني. نور كاس تاني للباشا يا ابني. يوه وبرضه ده مش عاجبني. على كيفك بقى، هنعمل ايه؟
سمكة الراية يا باشا. اهلا ابو سمرة. لولا ابو سمرة انا مفيش حاجة عجباني في المكان ده كله غير حاجة واحدة بس. الراجل اللي كان قاعد مكانك هنا والسمكة اللي في حوض السمك هناك. لولا ابو سمرة. هي دي سمكة ولا سمك؟ والله وانا ما كشفتش عليها، بس لما اكشف هقول. بس انا بقول انها سمك. عارف ليه؟ عشان وحيد وموجود لوحده في الحوض. هقول ازاي يا باشا؟ بس ده السمك كتير حواليه. لا دول ما يعرفهمش. هو اللي جوه نفسه كان عايش مبسوط في البحر الواسع وسط أهله وناسه لحد ما اترمى في حوض معفن ضيق. كان لازم يعني يتقرن وعمل فيها فالح. هو اترمى في حوض ما يعرفش فيه حد ولا حد أصلا مستعمل. يبقى لازم يستحمل وينفذ الأوامر وهو ساكت. والله يا باشا ما عليك أدرى، ما هو أكيد يعني مش هعرف أكتر من الحكومة. صح، أنت صح يا أبو صبري. قول لي بقى، أشرب من الكاس ده ولا الكاس ده؟ بالهنا والشفا الاتنين يا باشا. صح، وعلى ايه الدول؟ عايز ايه تاني يا يحيى عطار؟ يحيى عطار؟ جرى يا غندور، انا مش كنت من يومين يحيى بيه عطار ولا ايه؟ على العموم انا هعتبر نفسي ما سمعتش حاجه. اللي بالحق هو فين سيد؟ مطرح ما يكون مالكش فيه. قول لي عايز ايه وقت من الاخر. اخر مره اما كلمتني حسيت ان انت زعلان مني، وانا ما رضينيش زعلك. حتى بالاماره قلت لي ان انت ليك عندي حق، وانا الصراحه ما اعرفش انام مديون. انا بيني وبينك دم يا يحيى، وحقي مش هسيبه. وماله؟ خير البر عاجله، وانا جيت لك لحد عندك اهو. يلا خد حقك، ولا مستني سيف العزاز ياخدهولك؟ لا، انا حقي باخده بدراعي يا يحيى. وماله برضه؟ اللي يطلب من يحيى العطار الحق يجي لحد عنده ويديهوله. اديله حقه حق. مش هسيبك يا يحيى، مش هسيبك يا يحيى، هاي مش هسيبه يا يحيى. من زمان واحنا مدفونين في قلب الجبل ده لغاية ما بقينا شبهه ولونه طفح على جلدنا. حبسنا جواه غصبت عنينا مش بمزاجنا. اللي حكم علينا حكمه هو اللي بيدي الحكم. طردنا من ديارنا، شردنا، وبقينا زي الملعونين. بس خلاص جا اليوم يا رجاله، جا اليوم اللي كل واحد فيكم لازم يعرف ان الحكم ده باطل، الحكم ده ظالم، وتشريدتنا دي وتوهتنا في الارض دي لازم يدفعوا ثمنها غالي.
وغالي قوي. هم وكل اللي هيوقف قدامنا. الوعد اللي وعده لنا سيف بيه هيخلينا نحط يدنا على الدار ونبقى فيها على طول، مقابل ان احنا نحمي له بضاعته. وسيف ده ليه في الدار دي عشان اداها لنا يا كبير؟ ليه المصلحة، والمصلحة تحكم، والحظ رماها في حجرنا، وانا مش هقول لا. خلاص يا رجالة، خلاص عهد الجبل ولا هنسيب الجبل ومش هناخد منيه غير قلبه الصواد، وضرنا هنرجع له زي ما طلعنا منها مكسورين، هنرجع النهر ذا منصورين. يلا رجاله يلا. سيب الدار وامشي يا عزيز من غير دم. مش هسيبها يا موسى، ومش هتاخد الدار دي اللي على جثثنا. المشكلة مش في جتاتكم يا عزيز، المشكلة اني ما عنديش وقت ادفنكم. ايه يا موسى هتقتل اخواتك؟ مين اللي بيتكلم؟ تعال تعال ما تخافش. مالك؟ متضايق ليه؟ متضايق عشان هقتلكم؟ مش احسن ما تقتلوني انتم؟ احنا ما بنقتلش اخواتنا يا موسى. انا بقتل عادي. القعدة اللي قعدناها في الجبل خلتنا غيركم يا ولاد زين وسلامة. القعدة اللي قعدناها في الجبل علمتنا القسوة، علمتنا ما نعرفوش الرحمة. من هنا ورايح الدار دي داري، ملكي. فرصتكم الوحيدة عشان تنفذوا بجلدكم انكم تمشوا، يا اما تموتوا كلكم. كاكي 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 كا مرة أكتر أنتي كا كل شوية منكم كا. فاكر وانت عيل صغير قد كده اهو، بس ما كنتش بتلعب اللعب ده طبعا. دي أم الطيبات لآخر اليوم. أقع غويا لما تنزل هدك يا بنات.
زي ما توقعت ها؟ بالحرف. التخطيط ده ليه اصول، موهبه من عند ربك سبحانه وتعالى. تمام، بس التخطيط ده بيبقى ليه اللي ينفذه ولا يسيب بيه؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ ده انت الخير والبركه. الخير ده اللي هو قدامه كام صفر يعني؟ يعني ايه كام صفر؟ ربنا يزيد ويبارك، والحكمه بتقول قليل دائم خير من كثير زائل. اتفضلي يا حلوه. المرة دي ماشي يا سيبي، بس من المرة الجاية عايزاك تبقى عارف ان انا ما بيفرقش معايا ولا دايم ولا زايد. كل اللي يفرق معايا القليل والكتير. اتفقنا يا سيبي؟ اتفقنا نوجه. فيها رجب ضرب نار. لا انت كويس؟ جت سليمه. في ايه؟ رجاله من عندنا راحوا اصطادوا في الرابعه عندهم. وماله؟ حصل ايه يعني؟ لا ما يحصلش يا يتيم، البحر برضك ليه اصول، والاصول بتقول ان قانون البحر يحكم بيننا على الربع. ربع يا يتيم، الربع ده حقنا وانت اعتديت عليه، غير ان احنا يتيم لينا حق في الدم ولا ايه؟ بس ايدك وانت بتكلم اليتيم. رئيسكم هو اللي بدأ الضرب الاول، واحنا عندنا دم وانتوا عندكم دم. عرف البحر يحكم بيننا على الربع، يا اما بقى راجل منكم وصاد راجل مننا في الميه. وماله يا يتيم؟ خلاص يا يتيم، حق انا هاخده بايدي. لا بتاعت انا يا اخويا، ده انا مستناه من بدري. المرة دي يا عمار الكرة جاية في ملعبك انت. عايزك خلال ايام تخلص موضوع الدار ده، ومن غير شوشرة ولا كلام كتير حوالين الحكاية. انت شايف الاعلام ما بيسيبش حد في حاله اليومين دول. طمن يا بابا، انا هبدا اتحرك والدار هترجع يعني هترجع. مش بس كده، ما هو لازم الدار ترجع، ولازم اللي اسمه موسى ده يتربى هو كمان. مش عايزه يموت، عايزه يفضل عبرة لكل اللي يفكر في يوم انه يحط على العطارين. انا قبل اي حاجه لازم اروح واتكلم معاه. بقول لك عايزه يبقى عبرة، تقول لي اتكلم معاه. بابا انت قلت لي الكرة في ملعبك، ارجوك بقى سيبني العب براحتي. يا عمار الحقوق ما بتتاخدش بالكلام، انت كده هتبقى بتضيع وقت. كل واحد وليه دماغه، صدقني انا عارف انا هعمل ايه كويس قوي. ولو اني مش مرتاح ومش مطمن، بس انا هسيبك تعمل اللي انت عايز تعمله وهفكرك. وانا اثبت لك اني قد كلامي. طب يلا يا اخويا انجز شويه بقى لحسن هموت واخش الحمام. تحب اركلك في اي حته؟ حته ايه يا دي؟ انت جننت ولا ايه؟ يلا يلا مد شويه يا عمار اهو. مش قادر افهم الناس عايشه في مكان حلو زي ده، ايه اللي شغاله في الشمال؟ انا وانت بس اللي نشوفه حلو، لكن الناس هنا عايشين مش شايفين فيه اي ميزه. ناس بسيطه. السلام عليكم. السلام الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. خير يا بهوات، بتدور على حد؟ انا جاي لك انت يا ريس رجب. اهلا وسهلا، امورنا. بطايقكم. الواد ده اخويا يا باشا، بس الناس بتاعته في البيت. انا قلت خلاص ربنا هداك. ايه اللي رجعك لسكه التهريب تاني يا رجب؟ التهريب يا باشا انا ورحمه ابويا. الف رحمه ونور عليك. راجل عيب، ما تكدبش، انت راجل كبير. شيخ الصيادين ما ينفعش يكذب، الناس هنا بتحترمك. وبعدين انت تفتكر يعني جاي لك مخصوص لغايه هنا وانا مش عارف ان انت اللي نقلت بضاعه العطارين؟
عطارين مين يا باشا؟ انا علاقتي مقطوعه بالعطارين من قبل حتى زين بيه ما يموت. باشا لا، باين فعلا ان انت صادق. يا باشا هو في إيه؟ انا والله العظيم ابدا. الشيخ محمود كان راجل طيب عندنا في البلد، جابني الشيخ محمود للشيخ جميل، وهو اواني انا ومرتي وولدي. قول لي يا علي، انت ليك سوابق؟ لا، وعمري ما دخلت جسم. مش عارف ليه انا مصدقك، بس ما اخبيش عليك، اصل اسم العطارين ده ما بيجيش قدامي الا لما بيبقى وراه حاجات متداريه. ليك حق ما تصدقش، بس اقسم لك بالله انا صلتي اتقطعت بالعيله من ساعه ما عمي عبد القادر توفى. يلا يا احمد. سيبهم يا ريس. مفيش اي دليل ضدهم، دول سمك صغير، المهم الكبار. بس دول سهل يعترفوا. نجيب الحيتان الكبار الاول وبعدين دول امرهم سهل. بس انا مش جاي عشان لا جاز عمي. طب ما انا عارف انت جاي ليه من قبل ما تتكلم، وانا مستني ردك. هو انت ياض فاكر ان انا مش عارف انك حاطط هارون الذهبي في دماغك؟ طب ايه بقى؟ هتسيبه كده عادي بعد النمره اللي جه عملها علينا دي؟ ومين قال ان انا سبته؟ ده انا كتفته. ازاي يعني؟ هو جاي وعشمان انه يلاعبني ويكسب مني بونت، وانا لعبته وكسبته، بس برضه اديته البونت اللي هو عايزه. عارف ليه يا يحيى؟ ايه؟ بتشتريه؟ مش بس بشتريه، انما كمان بطمعه، بخلي ريقه يجري وعينه تروح على البونت اللي بعده، وبرضه هديهوله. طب ولحد امتى يا عمي؟ لحد ما حسابه يتقل قوي، ويا اما يقدر الثمن اللي اتدفع فيه، يا اما يحاسب على المشاريب كلها، وفي الحالتين احنا كسبانين. يا عم انا عارف كويس قوي ان انت بتعرف تدورها، واكيد يعني اللي يخلي الزين العطار الله يرحمه ما يمشيش خطوه غير بيك. خليني انا كمان امشي وراك برضه وعلى المغمض كمان. ليه لو ما فيها ان انا ما اتعودتش العب لعبه وانا مش فاهمها. وهو ده اللي بيعجبني فيك يا يحيى، وزي ما انت واثق فيا وفي ادارتي للعيله والتجاره، مسيرك هيجيلك يوم وانت اللي تدورها، وبرضه هكون انا واثق فيك. عارف ليه يا يحيى؟ لانك كبير من يومك. ربنا يديك الصحه يا عمي. الموضوع ملوش علاقه بالصحه، الموضوع وما فيه ان انا زمان عاهدت زين الله يرحمه ان اكون ظهر لكبير العطارين ايا من كان، ومفيش كبير من غير ظهر يحميه. انت برضو الخير والبركه يا عمي. شوف الواد اقول له ايه يقول لي ايه. مش موضوع خير ولا بركه يا يحيى، دي حرب، والحرب ملهاش قوانين. دي لعبة كبيرة، واحد بس اللي بيطلع فيها كسبان. وانت يا يحيى مسيرك هيجيلك يوم وتبقى لعيب وهتكسب، وبكرة فكرك. ازيك يا يحيى؟ ازيك يا عمار؟ ايه مالك؟ رؤيا سافرت الكفر وما بتردش، فانا هاخد بعضي واروح لها. انتوا اتخانقتوا؟ لا ابدا، شويه المشاكل العاديه اللي انت عارفها. يا ابني الحريم دول عايزين الواحد يبقى تلاجة، وانت يا عيني ما بتستحملش، حامي وخلقك ضيق زي ابوك.
زمان لما كنت بتشتغل مع بابا كان توحيد دراعك اليمين. كنتوا انتوا الاتنين ما بتتفرقوش خالص. ايه اللي جرالك يا نوح؟ كل وقت وله أذان. وخديجة ذنبها ايه هي وولادها؟ وأنا ذنبي إيه؟ كل اللي بتعمله ده مش هيرجع لك بنتك. قانون نوح لازم يمشي. كل اللي عمل حاجة هيحاسب عليه. وانت مين يحاسبك على سنين عمر اللي ضاعت؟ سنة ورا التانية وانا كل يوم كنت بستناك. وانت كل يوم كنت بتبعد اكتر. انا بقيت بخاف منك قوي يا نوح. وخصوصا بعد موت فيروز. اوعي تجيبي اسم فيروز على لسانك. للدرجة دي؟ انت مش حاسة بحاجة. لو كانت بنتك كنت قتلتيه بإيدك. كان عندها حق فيروز ما تحبكيش. وانت مصرة تفكريني كل شوية. بقول لك يا ليلى، اسمعي الكلام من أول مرة، لأن مش دايما هيبقى في مرة تانية. هسمعه يا نوح، بس خليك فاكر انت ان الواحد ممكن يزعل مرة ويعاتب مرة، بس هيجي في مرة وصدقني هتكون آخر مرة. برافو، عاجبني قوي عدد المرات اللي في الجملة. انت مالكيش مكان غير هنا يا ليلى. تقريبا دي مشكلتك معايا يا نوح، انك دايما بتراهن على قلبي وقلبي كان بيجي في صفك. بس صدقني المرة دي قلبي طوعني انا وجاي في صفي. اتفرج بقى على ليلى الأول. ليلى اللي بتقولي انك ربيتها على ايدك يا نوح. هتفرج، بس خلي بالك ان نوح قبل الطوفان غير نوح بعد الطوفان. عاجبك كده يا عم فارس؟ عاجبك؟ ابوك بقى يتشتم عينك. انت اللي جبته لنفسك، ورطت نفسك توريطه ملهاش عازه. ما خدناش منها غير الفرجه وقله القيمه. تفتكر مين اللي زق البت المذيعه دي عليا يا فارس؟ مش بعيد يكون سيف العزازي نفسه. والله مش بعيد ابدا. اللي خلاه ينزل مسعد المحمدي قدامي علشان يهني مش بعيد ابدا انه يشوه سمعتي وشكلي في السوق. هو مسعد ايه مصلحته؟ انا عارف، اهو كارت جديد تلاقيه بيلعب بيه بعد ما خسر مجموعه العطارين عشان يساعدوه في غسيل الاموال بتاعه ده. قصدك انه وافق معاه؟ والله انا كنت شاكك في الموضوع ده من الاول، بس دلوقتي خلاص الحكايه بقت على عينك يا تاجر. اسمع يا فارس، الحرب مع مسعد مش هتبقى سهله ابدا، وانا عايزك في ظهري يا حبيبي. عاوزني في ظهرك بجد ولا عشان شكلك قدام الناس؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا فارس؟ يا اخي ده انا ابوك، عارف يعني ايه ابوك؟ المشكله انا مش عارف. تعرف انا نفسي واقفه منك ليه؟ ليه؟ عشان كنت موجود ومش موجود. اليتيم بيبقى مطمن، عارف ان ابوه ميت، واللي ابوه مطلق امه بيبقى مرتاح انه عارف لو عايزه هيلاقيه. انما اللي زي حالاتي هيلاقيك فين؟ كنت عايش وميت في نفس الوقت. انا اسف جدا يا فارس. انا عارف يا حبيبي ان انا اهملتك، بس اوعدك ان احنا هنعوض ده كله ان شاء الله. مش عارف هتعرف تعوض ولا لا. عم زين الله يرحمه وعم سليم ما قصروش معايا واصل، بس ما عرفوش يعوضوني عن كسرتي قدام نفسي. معلش يا فارس، بكره الايام هتثبت لك يا حبيبي. اول مره احس انك صادق. تعرف لو كلامك دي صح وهتخلع يدك من سيف العزازي وهترجع للعطارين، ساعتها هقف جنبك، هتلاقي ولدك فارس. ارجع للعطارين؟ ارجع للعطارين ده ايه؟ لما احنا العطارين.
انا قصدي يعني تصفي اللي بينك وبين مرات عمي. مرات عمك؟ ومرات عمك مالها ومال الكلام ده بقى؟ وبعدين مرات عمك دي مش من العطارين اصلا. وبعدين اللي بيني وبين مرات عمك لا له دعوه بسيف العزازي ولا له دعوه بالانتخابات. ليها دعوه بالحرب اللي هتحاربها. اديك قلتها من شويه انها مش حرب سهله. عايزك تعرف حاجه واحده مهمه، ايد لوحدها ما تسقفش عبد الحميد بيه. مالك؟ شكلك قافش. ولا قافش ولا حاجه. وبعدين سيبك مني. وشك مش مرتاح ليه؟ ايه ما بتناميش كويس؟ يعني حاجه زي كده. عينيكي فيها حزن غريب قوي. بقول لك ايه، انت اكيد عارف انا مين وعارف بنت مين وعارف ان الدخله دي ما ينفعش معايا انا خالص. معلشت منك اول مره دي، صح؟ شفتي بقى؟ اديكي سبتي المقصود من اللي انا قلته ومسكتي في الطريقه اللي انا قلته بيها. يعني بتهربي. بهرب؟ وهرب من ايه؟ طبقا لنظريه سامي فيما يتعلق بالهروب، الانسان بيهرب من الحاجه اللي خايف يواجهها او مش عايز يواجهها. وبتقول ايه بقى نظريه استاذ سامي؟ بتقول ان انا تحت الامر وفي الخدمه، واي حاجه تأمري بيها مجابه، لان انا مهمتي في المكان ده ان انا اسعد كل الناس وانت اولهم. يعني انت بالذات لو انبسطتي سمير بيه هينبسط، ولو هو انبسط هيبسط الكل، وابقى انا كده اديت مهمتي على اكمل وجه. هو انت بترص الكلام ورا بعضه كده ازاي؟ برصه من اليمين للشمال. قلتي لي بقى ايه اللي كان مضايقك؟ هقول لك، يمكن الاقي حل في نظرياتك. بقول لك ايه يا يتيم، ما تكتب عليا وتعمل لك عيله بدل ما انت قاعد وحداني كده. اكتب عليكي ايه؟ انت اتهبلتي ولا انت عايزاني اجيب عيل في الدنيا دي يتبهدل زي ما انا اتبهدلت؟ احنا اللي زينا ملوش جواز ولا خلفه. الجواز ما ينفعش غير اللي زينا، ياما بيوت مقفوله على ناس وما عندهمش اللي عندنا يا يتيم. معلش بس هو ايه اللي عندنا عشان مش واخد بالي؟ الفقر ولا البهدله؟ ولا انت فاكره ان احنا عندنا راحه بال وبنعرف ننام واحنا مطمنين والكلام اللي احنا بنصبر بيه نفسنا ده؟ احنا ما عندناش حاجه يا رضا. بس انا بحبك، هفضل تحت رجلك لو عاوزني العمر كله. انا ممكن اعمل اي حاجه عشان تفضل جنبي. الحب ما بيقتلش وبيشرب يا رضا. انا ما نفعتنيش يا بنت الناس. انا عمري ما كان عندي عيله واهل عشان احس الكلام اللي انت بتقوله لي ده. غيري بقى سكه الكلام ده عشان انت بتقولي كلام يضايق. عربيه فخمه وفي نفس الوقت شبابي، وتلاقي عليك يعني تركبي وانت مطمنه. على العموم انا بثق في ذوقك جدا وعارفه كويس قوي انك فاهم طلباتي. ازيك يا يحيى؟ رودي. انا موافقه على العربيه اللي انت اخترتها لي، وبعد ما تخلص الاجراءات هبقى اعدي عليك عشان تعرفني فيها شويه حاجات. وانا تحت امر حضرتك، يومين واخلص لك الاجراءات واقول لك تيجي تستلمي. اوكي، في انتظارك. شرفتيني يا هاني. باي باي. ميرسي. انت بقى بتختار لكل العملاء اللي عندك العربيه؟ خير يا رودي. ايه المقابله دي يا يحيى؟ انا حتى جايه اقول لك مبروك على المعرض الجديد. الله يبارك فيكي. مع اني فاتح المعرض يعني بقالي زمان. انت لسه فاكره؟ انا عمري ما نسيتك. بس انا نسيتك. قلبي بيقول لي غير كده. ويوسف بيه عارف اللي قلبك بيقوله؟ زي ما ريهام عارفه اللي في قلبك. ريهام مراتي. وانا حبيبتك اللي مش تعرف تخلص من حبها.
ولا هتعرف تخلص من وجعها اللي بتحس بيه كل ما بتيجي سيرتها. ده الكلام اللي بتقوليه لنفسك يا بنت الناس وانت واصحابك مبسوطين؟ انا اتغيرت قوي يا يحيى. انا لو بكدب هسيبك انت اللي تكدب نفسك. لما تحس انك غلطان بلاش تكابر يا يحيى. احنا بنعيش مرة واحدة. الحياة قصيرة قوي ان احنا نقضيها بنمثل على روحنا ان احنا عايشين مبسوطين. مبسوطة اني شفتك. سلام. ده باين ان انا ما كنتش لوحدي جعان يعني. وانا باين عليا قوي كده؟ يعني بص، اصلا بفضل طول النهار ما باكلش اي حاجه، عشان كده تلاقيني دي اول حاجه ليا اكلها النهارده. ما بفكرش في الاكل خالص خالص. هو شغل الديكور صعب قوي كده؟ يا ريتها تيجي على شغل الديكور، بس انا المزيكا واخده كل وقتي. مزيكا؟ ايه حوار المزيكا ده؟ بص يا سيدي، انا بحب الغنى وليا صحابي بيحبوا المزيكا، جمعنا وعملنا باند نبسط الناس بالحاجه اللي احنا بنحبها واحنا كمان نتبسط. حلو قوي الكلام ده. طب عم ذكري بقى رايه ايه في الموضوع ده؟ عمك ذكري ده اطيب اب في الدنيا ودايما بيشجعني. طب والديكور هتسيبيه كده ولا ايه؟ بص يا حازم، الديكور ده هو مجال دراستي، مش هينفع اقعد استنى اخد المصروف من بابا. هي بس تيجي فرصة الغنى وانا هسيب مجال الديكور ده خالص. يلا بقى كل بدل ما ندخل على طبق. لا تعالي كلي لي انا بقى. والله يا شمس انت عسل، وبعدين اللي في قلبك على لسانك كده وطيبه. انا بحسد اللي هيتجوزك على فكره. نورت دارك. كل اللي قلت عليه هيحصل حصل. ولسه كل اللي جاي كمان هيحصل. انت من النهارده ست الدار داي. انت ايه اللي جابك يا بنت؟ انا مش جايله رجلك ما تخصيش النجعه هنا تاني. راجعه بيتي يما، الحنين غلاب. لا والله، مالك بقيتي غلبانه كده؟ ما كنت مستجويه وهربتي وهملتيني انا واختك، دلوقتي راجعه تاني بعد ما اخترتي سليم، عيله سليم يا رجايه. انا كمان اخترت انك ما تبقيش بنتي، عايشه بس هي اللي بنتي. عشان ايه كل ده يما؟ مش كفايه اللي وريتهولي زمان؟ فرقت بيني وبين عبد الله وبعدتيني عن اخت عيشه، ودلوقتي جايه تحاسبيني على الحب والجواز. خلاص يما، رقية توحشناها وكانت جايه تقعد معانا يومين كتير. انا ما طايقاش لا اسمع حسها ولا اشوفها واصل. كده؟ طب انا هقعد معاكي يما. يا مرحب، اهلا، تشرفت.
مرتك اها، لا خطفناها ولا ضربناها، جايه بمزاجها. وان كنت عايز تاخدها يا ريت تاخدها وتريحني. يلا بينا يا رؤية. انا ما جيتش معاك يا عمار، ومش هسيب داري، ولما احب ارجع بكيفي. ما بقاش بيتك يا رؤية، ما بقاش بيتك. بيتك هو بيت جوزك. يبقى تختارني انا يا عمار؟ كمان ابويا وصاني قبل ما يموت على الدوار والنجا، ووصاك انت كمان، ولا نسيت؟ مات. ابوكي مات يا رؤية، وفي الدنيا دي انت ما بقالكيش حد غيري، وانا ابويا محتاجني وما اقدرش اسيبه. وابنك اللي في بطني يا عمار مش فارق معاك؟ ما تصعبيهاش عليا يا بنت الناس، ويلا بينا. ايه اللي حصل لكل ده؟ روحي وتبعي كلام جوزك يا رجاية، مش هتحرك من البيت يا عيشة. ولو عايزني ابقى معاك يا عمار يبقى تختارني. انا اخترت ابويا يا رؤية. كنت عارفة، مش جديدة عليك يا عمار، عادي تسيب ابنك زي ما ابوك سابك زمان. صحيح اللي خلف ما ماتش. قطع يدك اللي اتمدت على بنتي. ايه والله العظيم ورحمة ابوي، لو ما كانت حبلة منك لكنت قسمتك في ارضك مكانك. اياك تمد ايدك على بنت تاني، واني دلوك بس صدقت انك فعلا ابن سليم. سيرة ابويا ما تنكبش على لسانك. غور يا واد غور، يلا برا برا. ربنا ما يقطع لك عادة يا حبيبي. أنا حاسة إن إحنا بعد سنة أو 2 إن شاء الله هنحتاج ناخد بيت أكبر من ده، علشان الحيطان مش هتكفي كل الصور اللي أنت عمال تحطها دي. الحيطة دي فيها حياتنا كلها، كل ذكرياتنا. وبعدين الحيطة دي مش بتاعتي بس، دي بتاعتنا كلنا. عارف لما بتتأخر قوي في الشغل وتغيب عننا كتير بالأسبوع وبال2، تبقى وحشني قوي. باجي أقف قدام الصور دي واقعد أتفرج عليهم واحدة واحدة، وافتكر بقى كل صورة اتلقطت فين وإمتى ومناسبتها كانت إيه، وحتى الكلام اللي كنا بنقوله ساعتها بفتكره. لما بعمل كده برتاح شوية وبهدى، وبحس إن إحنا حياتنا الحمد لله حياتنا فيها حاجات كتير قوي حلوة، وبحس إن إحنا لينا كتير قوي في بعض. بس المشكلة إن أنا بعد ما بتفرج على كل الصور بتوحشني أكتر. انت بقى ما بتوحشنيش خالص خالص؟ خالص. ليه كده يا ترى؟ لانك طول الوقت معايا بجد. أنا ماليش غيرك يا ترى. أثبت مكانك. ايه ده؟ أثبت على الفاضي والمليان. انا بريء. الفاضي والمليان. طب انا بريء على فكره، ما عملتش حاجه خالص. هي السبب، انا ما عملتش حاجه، هي اللي انا كلمتك. انت السبب صح. وبعدين كده قالت لي ايه بقى؟ قالت لي سلمون، قالت لي تعالى احط لك قطره في عينك، وانا ما رضيتش. انا مؤدب، رفضت خالص على فكره. طلعي القطرة. طلعي القطره. طلعها. انت عزقت لنا ولا ايه؟ طلعي القطره. مفيش معايا حاجة، قطرة إيه؟ طب سيبي ده هتبوسك. ثانية واحدة، اللحظة دي ما تتفوتش. يلا الصورة بقى الحلوة دي، وانت بقى مرفعنا. يلا. إلا مين الحرمة اللي هنا دي يا عم سميح؟ ده عهد. ما أنا عرفت الاسم، حتى الاسم ده أول مرة أسمعه. أنا بس كنت بس إيه؟ لو طولت في الكلام عنها هتكون آخر مرة، عشان دي بقى من الآخر كده تعتبرها أخت موسى وأكتر شوية. أخته؟ أنا قلت عليها مراته ولا عشيته؟ مش بقول لك هتبقى آخر مرة. هي مهمة عنده أوي كده؟ ده عهد بنت جليلة
هو في جليلة كمان؟ ايوه يا سيدي، ما هي الست جليلة دي اللي ربت موسى مع بنتها عهد. بسم الله ما شاء الله. دي بقى بالذات ما تهوبش ناحيتها، قدر انك ما شفتهاش، عشان دي عند موسى كوم والناس كلها كوم. اوعى يا نصار. جاي لي يا عمار. جاي عشان افكرك يا موسى انك مديون لي، وانا عارف انك ما بتخلفش كلامك. فاكر الدين ولا لا؟ موسى الجلاد يا عمار ما بينساش حاجة. لحقتني من الموت يا عمار، وانا مش نكر للجميل. ودينا اتقابلنا بعد 15 سنة، وجه الوقت اللي ترد لي في الدين يا موسى. طلباتك يا عمار. تسيب الدار وترحل مكان ما جيت. إلا دي؟ مفيش غير دي. ولو ما فكتش يبقى ما طلعتش قد كلامك يا موسى، وساعتها هيكون لي حق الرد في إن أدافع عن إخواتي وأرضي. عايز توقف قصادي بعد كل اللي عملته معاك؟ أنت اللي بتقف قدام العطارين. لسه العلامة معلمة في حاجبك، وكل ما بشوفها بفتكرك. بس بفتكر موسى بتاع زمان، موسى الجدع اللي عمره لا ظلم ولا حب الظلم، موسى اللي قبل ما يتغير ويتمرد موسى ده كان زمان، قبل الزمان ما يجي عليه. عايز تعديني يا عمار؟ أنا ما عايزش أعديك، وأنت بالذات ما عايزش أعديك. وأنا جيت لك عشان نفس السبب. لا لا يا عمار، الدار دي أنا مش هسيبها، مش هنعملوها على جدتي. أنا كمان مش هسيبها يا موسى. كده أنا عملت اللي عليا. كان نفسي أجي بدري وأعمل معاك الواجب. الواجب ده تعمله في بيتك لضيوفك، لكن دي داري، يعني المفروض إن أنا اللي أعمل معاك الواجب. إيه يا أمير؟ أنت ما غيرتش اليافطة اللي بره ولا إيه؟ لا طبعا يا باشا غيرتها، بس لا عمار ما خدش باله بس ولا حاجه. لا يا أمير، ما خدتش بالي ومش هاخد بالي،
عشان مش يافطة هي اللي هتقول الدار دي بتاعت مين. ولو انت مش عارف، الدار دي ليها رجالة. رجالة هيعرفوا يدافعوا عنها كويس قوي. الرجالة اللي طردوا موسى؟ أقصد اللي هيرجعوها من موسى. عمار! شرفت يا عمار. عارف يا عمار ايه اللي مانعني ان انا اقتلك وادفنك في مكانك هنا ايه؟ انك ابن الغالي. اللي غالي عليا قوي. لو مفيش حاجة تمنعك كان زمانك نفذتها من غير ما تسأل السؤال ده. اتفضل يا سيف بيه. نورت دار موسى. منورة بيكم. اتفضل، نورت الدار. ما قلتليش الواد المسلم العطار بيعمل ايه هنا موسى؟ سيبك منه، ده واد مخبول. قال ايه؟ جاي يقول لي اسيب الدار واروح مطرح ما جيت، تتخبل في دماغه ده ولا ايه؟ اتفضل اتفضل يا سيف بيه، اتفضل. ده ايه الثقة دي؟ ليه حق زين العطار يطمن. قاعد عنده مكان زي ده وشباب مخلصين قوي زي كده، لازم يطمن. يا سيف بيه بس احنا كنا مخلصين غصب عننا، ما كانش عندنا حلول تانية يعني. لا تحدث عن نفسك يا امير. انا كان عندي حلولي ونفذتها خلاص. تصدق المكان ده كان لازم يتحافظ عليه يا موسى؟ لا مؤاخذة يا سيف بيه، سامعك كده بتتكلم وكأن تدردرك. هو انت نسيت اتفاقنا ولا ايه؟ اتفقنا؟ لا احنا زي ما اتفقنا طبعا. انت مقيم في الدار هنا معزز مكرم، برجالتك بتحمي الطريق الشرقي. لا انا مش قاعد هنا، الدار دي داري زي ما اتفقنا، ولا في حاجة استجدت؟ جرى يا موسى، هو انت برضه مش شغال مع سيف بيه ولا ايه؟ شغال لكن الدار دي موضوع مين تاني؟ اتكلم كويس. انت بتكلم سيف العزازي، مش سيف العزازي اللي حاجة تتاخد منه غصب عنه او بالصوت العالي. انت قاعد هنا عشان انا عايزك تقعد هنا بمزاجي بس. ما قلناش حاجة يا سيف بيه، كل حاجة بمزاجك ماشي، بس الدار دي داري وده موضوع منتهي ولا ايه؟ انت عندك ضيوف هنا ولا ايه؟ لا دول مش ضيوف، دول اصحاب مكان، اصحاب بيت. اصحاب بيت؟ بيت مرة واحدة؟ يا سلام. يا مرحب يا مرحب يا مرحب يا سيف بيه، الدار نورت. ده سميح، الشخص المناسب للي انت عايزه. اصطلع على النبي، وانتوا كنتوا فين يا غاجر لما البهايم اتسرقت؟ فين؟ كنا نايمين يا جناب العمدة. يا حلو انت نايمين حراسه ونايمين، نامت عليكم حيطه ما تقوموا يا بعد قدر يا كريم. ايه في ايه؟ ايه اليوم الغريب ده؟ في غغا بقى. قومني كتك مصيبه زي جلتكم. ايه رايح فين؟ رايح فين؟ امشي ورا امشي ورا، انا العمده انا العمده. في ايه؟ عايزين ايه؟ يا لهوي عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ ايه في ايه؟ انا مش في ايه؟ اتوزع عليهم لحمه. مفكرين ان الدوار هو اللي بيفرجها.
لا صحيح. بالهنا والشافي. بسم بالهر يا رب. يا اختي قلبي. كله لله لله، حسبي الله، لله يا حبايبي. نجا العطارين؟ نجا العطارين. وايه اللي يخلي العمده تسيبني كده عادي اروح النجع وابقى مسؤول عن مخازن السلاح؟ انت مش هتعدي على الدوار ولا هتاخد الاذن من حد. انت هتروح على مخازن السلاح على طول. من النهارده مخازن السلاح في النجع هتبقى تحت مسؤوليتك انت. انا عارفك من ايام ما كنت اشتغل مع هاشم بيه الله يرحمه، ايام ما كنت لسه بتتكلم صعيدي. ماشي، لكن المره دي انا ليا طلب عندك. مش فاهم، حاجه قدام حاجه يعني ولا ايه؟ العفو يا سيف بيه، مش القصد، لكن انا كبرت على البهدله والمرمطه. انا عايز ارتاح. وايه اللي يريحك يا سميح بيه؟ مكان اعيش فيه، رجاله تحت ايدي، ابقى انا وهم في خدمتك، ومفيش ريس اوامره تمشي عليا غيرك. بالصلاة على سيدك النبي محمد، طلبك عندي يا سميح. انت المسؤول عن مخازن السلاح في النجع، وارض النجع دي هتبقى ارضك. تبني بيت، تتجوز، اللي انت عايزه. المهم يا خفيف تبقى تحت سيطرتي انا، ما تخرجش عن طوعي. هتشوف معايا الخير والسعادة، وهعوضك عن كل اللي فات. وانا في خدمتك يا سيف بيه. غرفة العمليات لازم تكون مجهزة بكل وسائل الاتصال مع باقي الأجهزة والنقاط الأمنية، ولازم يبقى في خط ساخن وعرض لكل الكاميرات اللي موجودة في المنطقة. غرفة العمليات دي هتكون على اتصال مباشر بيا أنا شخصيا، ده طبعا بالتنسيق مع سيادة اللواء. النقيب سامح هو المسؤول عن تجهيز غرفة العمليات خلال 48 ساعة. وانت يا سامح من اللحظة دي انت ورجالتك تحت قيادة طارق بيه. تحت أمر سعادتك يا فندم. يا فندم أنا عايز كمان قائمة بكل أسماء العناصر الإرهابية اللي اتصفت خلال الشهرين اللي فاتوا، أماكن تصفيتهم وأي حاجة كانت معاهم. موجودة، احنا عندنا قاعدة بيانات جامعين فيها كل المعلومات دي. عظيم. سيادة النقيب، أول ما غرفة العمليات تجهز يا ريت يتبعت لي تقرير يومي عن أي تحركات غريبة في المنطقة، سواء في الطرق أو في الصحراء. تمام يا فندم. أي أوامر تانية؟ شكرا، شكرا سيادة النقيب، ربنا يوفقك. اتفضل انت يا سامح عشان تلحق تجهز نفسك. تمام يا فندم. واتفضلوا يا سيادة انتوا كمان. يا طارق، أنا كنت عايز أتكلم معاك في موضوع. تحت أمر سيادتك. بخصوص إيه؟ بخصوص يوسف. ازيك يا سليم؟ ازيك يا جيهان؟ أكيد سبب قوي جدا اللي خلاك تشرفني النهاردة بالزيارة بنفسك. أظن مفيش أقوى من إني أشوفك بتتصرفي تصرفات غلط وبتقعي. مش فاهماك يا سليم. شوف يا جيهان، لو انتي مش قادرة تواجهي المشاكل لوحدك، انتي عارفة كويس قوي ان انا ايدي ممدودة ومفيش مشكلة ملهاش حل.
مع اني مش فاهماك ولا فاهمه ايه المشاكل اللي انت شايفنا فيها، بس انا مبسوطه انك جيت واني شفتك. متشكر. بس هو انت مش فاهمه بجد ولا بتقولي كده وخلاص؟ لانه في الحالتين تبقى مصيبه. سلمى بعد ما كانت ضاعت ورجعت، ضاعت تاني يا جيهان، مقضياها تنطيط مع الواد ابن الرايق. وياسمين جوزها طلقها ولا كأنه كان جايبها من الشارع. واللي زاد الطين بلة الواد اللي ما نعرفش اترمى علينا من انه داهية، وانت مدخلاه وسط العيلة ومعيشاه في وسط ولادك. جيهان، القصر بيفضى من حواليك يا جيهان. انت بتراقبنا يا سليم؟ ولو ان المسألة مش محتاجة، انما لو هتعتبري خوفي على اولاد اخويا مراقبة يبقى ايوه براقبكم. انا براقب ولاد اخويا لاني خايف عليهم. لا، انت مش خايف عليهم، انت بس عايز تثبت لنفسك ان انت صح. تاني يا جيهان، لا حول ولا قوة الا بالله. يا بنت الناس افهمي، ما انا كان ممكن ما اجيش واسيبك لعنادك ده لغايه ما تغرقي. اعمل اللي انت عايزه، بس على كل حال لما تلاقي حد من ولاد اخوك في مشكله ولا في خطر وتساعده، انا اكيد مش هرفض، بالعكس هبقى مبسوطه جدا. بس مش لازم يعني كل مره تعمل فيها كده، تيجي وتحكي لي على المساعده اللي ساعدتها له وعلى المشاكل اللي فيها ولادي واللي انا معرفش عنها حاجه، عشان بس تحسسني قد ايه انا مقصره في حق ولادي. خلاصة الكلام، أنا مش جاي أقولك إنك مقصرة ولا حاجة. أنا جاي أقولك ببساطة إنك بتتصرفي غلط، وده مش هيوصل لأي حاجة. ميرسي يا سليم، سيبني أتعلم من غلطاتي يا سيدي. ماشي، حاضر يا جيهان، هسيبك تاني